وهي هيك التمر بعد ما عجنته، شايفين كيف؟ شوفوا كيف طراوته. تمام. هلا مباشرة راح اورجيكم طريقة الحشي. شايفين كيف العجينة؟ طبعا هي ما ارتاحت كتير، بس يا دوب 10 دقايق ريحتها عبين ما كملت خلطة التمر وحشوته. راح اورجيكم كيف بتقطع قطع، ما بتعجن عجن، بالرغم من اني عجنتها منيح منيح وانتوا شفتوا كيف عجنتها. بس بدي اورجيكم انه كيف قوامها بيكون. طلعوا هيك بتفت فت، ما بتعجن عجن. اذا عجنت عجن معناته صارت عندي الحبة ما بتقرش، صارت عندي فيها نشافة لما بخبزها. هيك شو من كان لا الحبة بتنشف عندك، لا بالخبز ولا بعد الخبز. لو بتضل تقعد عندك شهر، شفتي شهر، بتضل قوامها نفس ما هو وهشاشتها نفس ما هي. مباشرة رح اورجيكم كيف طريقة التشكيل. حط التمر قبالي. تمام. وراح اعطي، طبعا شوفوا كيف لون العجينة، قوامها لا فاقسة لا اشي. بعملها بشكل اسطواني بهاي الطريقة، وبقطعها بالسكين لحتى تطلع عندي مستقيمة. هيك 1 2 3. شايفين؟ طبعا بحاول اوازن ايدي انه يطلع وزن. بمسك الحبة، اقرب لكم، بمسك الحبة هيك بفتحها بالعرض وبحط فيها تمر. انا بفضل حشوتها تكون ملانة، يعني الحبة تكون مربربة مش زاكي صراحة. شايفين هاي الحبة؟ رح اعمل لكم كمان. كمان حبة بالحشوة. شايفين كيف بقطع؟ طلعوا كيف بلملمها من الاطراف هيك، كيف زي حبة القطايف. وكمان من الطرف الثاني هيك، وبلفها وبحطهم على بعض عند جنب بعض عشان اشكلهم بشكل دائري. شايفين؟ جهزت الكمية، بحطها انا هيك. شايفين؟ هاي بجهزها وبصير بعدين ابرم عشان ايدي تضل ماخذة على البرم. رح اورجيكم كيف طريقة البرم. من النص ببلش، بدخل عليها من النص وبطراف اصابعي. تمام. بهذا الشكل بتطلع عندي حبة ملسة وناعمة. طبعا انتي بتحبيه كبير صغير حسب القطعة اللي بتحبيها. عندي بهالشكل. هاي كعكة اساور. مباشرة بحطها بالصدر. طبعا زي ما اتفقنا ما في بعد صدور الألمنيوم للخبز. وبكمل اورجيكم كمان وحدة كيف. هاي الحبات اللي انا اشتغلتها من النص بفوت ايدي، وبعدين بصير اطلع لبرا بطراف اصابعي لحتى ما تتشكل عندي الحبة تصير ملسة. بطبقها على بعض، شايفين كيف؟ وما بضغط ضغطة خفيفة، بس اللي تعطيني شكل دائري. شايفين؟ وبحطها برضو بالصدر. بس تكمل الكمية رح اصور لكم الصدر كامل وارجيكم كيف خبزها.